الناس الهزازين الرؤوس دول بيطلعوا كل مره يقول لك فتره المعايشه. هزازين ديول جدع يا ريفو. المهم انا عايزك تسمعوا بقى المداخله بتاعه او الدخله بتاعه طارق يحيى في البرنامج يوم الماتش. اسمعوا كده معايا وقولوا لي هو عمو فيريرا صاحب الامجاد والانجازات اللي احنا المفروض نعمل معاه معايشه ده مع اول خساره يا جماعه، مع اول خساره. تمام، انا شوفوا كده الراجل الحلو ده بيقول ايه. انا بكلمك بقى بجد عشان ما حدش ايه، يعني انا ما اعرفش بقى، يعني ممكن تكون دي اخر حلقه ليا. يلا كده. بكلمكم بجد. امم الراجل قايم اسامه نبيل بيتكلم مع الاحتياطي مع الفرقه في الفاول اللي جه جون، بيعمل كذا كذا كذا. لا اقعد ما تتكلمش. هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ انت فارد نفسك قوي ليه كده؟ محدش يلومني على اللي بقوله. انا لما اتكلم كله يسكت. لما نتكلم كله يسكت، محدش يتكلم. احنا لعبنا وشقينا وتعبنا في النادي ده، النادي ده وجبنا بطولات. محدش يكلمني يقول لي ما تتكلمش. لا هتكلم، ما ينفعش. هنفضل ساكتين لغايه امتى؟ الله. ما احنا كنا ماشيين زي الفل السنه اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في دماغه؟ التحكيم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل له؟ كل حاجه زي الفل، مستحقاتك بتاخدها انت واللعيبه، الدنيا ماشيه زي الفل، مفيش حد مأخر عنك حاجه. ما ينفعش اللي بيحصل. نادي الزمالك يجي فيه 3 اجوان من كور ثابته في ماتشين. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ده انت بتلعب يا اخي ريال مدريد، مش هيجي فيك كور ثابته كده. واللعيبه قالت لك في المحاضره، اللعيبه قالت في المحاضره، قالت الوقفه بتاعتنا كده غلط، احنا عايزين كذا كذا. قال لك لا هتقفوا كده. وكانت النتيجه ان احنا شربنا 3 اجوان في ماتشين. ستر ربنا الماتش اللي فات. صحيح بنيران صديقه، ماشي ما نقولش لا، بس الوقفه غلط. ما هو يتحدد يا مان تو مان يا زوم مكان. واللعيبه قالت لك في المحاضره الكلام ده، ومحدش سمع الكلام. اللعيبه قالت هذا الكلام في المحاضره ومحدش سمع الكلام. هو في ايه؟ يا مان تو مان يا زوم في المكان، عليا النعمه انت راجل في البتنجان. اي كلام بيتقال في اي مكان، اي حاجه. الشاهد في الموضوع عشان تعرفوا المسرحيه الهزليه، وان انا دايما بحب اخلي جمهوري فاهم اللي بيحصل فيما وراء المشهد. تمام، طبعا الناس كلها هتطلع تتكلم هو بيقول ايه. اول حاجه فكره هدم فيريرا تمام تبدا من قناه نادي الزمالك نفسه. تمام، والهجوم على فيريرا يدخل من نادي الزمالك نفسه. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، هنقول طارق يحيى قالوا له اسكت ومش بصوا الكلام، بصوا الكلام والنبي يا اولاد، بس عشان ايه تفهموا دماغي الحته دي. والنبي ركزوا فيها قوي. لو النبي عشان خاطري ركز في الحته دي، ولو انت لسه داخل ركز في الحته دي جامد قوي قوي. فكره ان يطلع طارق يحيى يقول لك لا واخر حاجه عليا ومحدش يقول لي وانا تعبت وجبت بطولات في النادي ده. برضه ما يشاء الامه عندهم بقت ايه؟ الراعي الرسمي للبرنامج. ماشي. الفكره كلها ان هو طالع بيتكلم وحزقان قوي على فيريرا. قال يعني طارق يا يحيى انت مش طالع تقول كده بالامر من مرتضى؟ يعني انت يا طارق يا يحيى طلعت ما قلتش كده بالامر من مرتضى؟ لا انا طالع بقول لوحدي. بجد والله العظيم. يعني ده لا يمثل راي مرتضى، انما يمثل رايك انت. يمثل رايي انا. تمام، حتى هو هيرد عليا بدليل ان مرتضى لما دخل معايا في نفس الحلقه في المداخله بالليل بعدها بقى في نهايه الحلقه قال لك ايه؟ انا لن اتدخل ولن اتكلم عن فيريرا. طب ما انت طول عمرك دلوقتي، عشان انت عارف لما جربت تتكلم عن فيريرا جمهور الزمالك اداك على قفاك وقال لك ما تتكلمش عن البروف بتاعنا، فانت جبت ورا، فبدات تخلي قلاضيشك هم اللي يتكلموا عن فيريرا. وعشان تبقى عارف ان المفروض ان القناه بتتبع سياستك انت مش سياسه نادي الزمالك. لو انت كنتش عايز تخلي ان طارق يحيى يتكلم عن فيريرا، ما كنتش حطيت الفيديو اللي انا حاطه ده مقصوص كده على صفحه نادي الزمالك الرسميه. يعني لو نادي الزمالك كمنظومه، لو بنتكلم كمنظومه، قرر انه ما يهاجمش الراجل فنيا، هيشيل الفيديو ده من على صفحته الرسميه. لا، الفيديو اللي انا جايبه ده موجود على صفحه الزمالك الرسميه.
طارق يحيى يهاجم فيريرا. بعدها بنص ساعه مرتضى يقول لك لا احنا ما نهاجمش فيريرا، احنا ملناش دعوه فنيا، انا رئيس نادي بقالي 20 سنه بس هو يفهم اكتر مني. هو بيلبسه بيسلمه للجماهير، هو بيسلمه للجماهير، عايز الجماهير هي اللي تبدا تشتم وترجع تاني في فيريرا، وكل ده بعد خساره مباراه واحده. لازم هيطلع كبش فدا غيره، هو مش هيخلي نفسه هو الغلطان ابدا ابدا. هو هيطلع دايما نفسه شفت انا ما عملتش حاجه، انا ما اتدخلتش، انا ليا تصريحات، ما انت اللي قايل لطارق يحيى. زي لما قعدت تتكلم على الخطيب 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 الخطيب، خدت بيك جزمه على دماغك، طلعت بعد كده خليت قلاضيشك يقول لك ان الخطيب هو سبب خساره المغرب في كاس العالم. فبطل هبل، بطل هبل انت وقلاضيشك يا مرتضى.